دايما بسمع ان عشان اكون مبدعة لازم يكون عندي موهبة خارقة. كنت فاكرة ان في ناس اتولدت مبدعة والباقي عادي، بس الحقيقة انا كنت بصدق كدبة كبيرة جدا. من فترة كنت بشتغل على فكرة بسيطة، بس كنت حاسة انها ناقصة حاجة. كل مرة ارجع ليها الاقي نفسي لفيت في نفس الدايرة، نفس الزاوية، نفس الحلول التقليدية. بدأت أشك يمكن أنا مش مبدعة، يمكن دماغي نشفت ووقفت بعد التخرج. لحد ما في يوم وأنا بقرا في كتاب فن تغيير الذات استوقفني أسلوب الكاتب كان بيتكلم عنه، وهو أسلوب سكامبر. قلت لنفسي سكامبر إيه الاسم الغريب ده؟ بس لما بدأت أفهمه، لأ، ده مش أسلوب تفكيره بس، ده زي مفاتيح بتفتح لك أبواب ما كنتش شايفها قبل كده. طريقة بتقوم على 7 خطوات، كل خطوة منهم بتخليك تسأل نفسك سؤال بسيط، بس النتيجة بصراحة أفكار جديدة، زوايا مختلفة، حلول عمري ما كنت هقدر أوصل لها. أول حرف معانا هو حرف الإس، اختصار لكلمة substitute، ومعناه استبدال. يعني لو عندي فكرة قديمة أو حاجة مش شغالة أجرب استبدلها بحاجة جديدة، زي ما كنت بحاول أتجنب الفشل فاستبدلت خوفي بالإصرار على المحاولة. تاني حرف هو السي، اختصار لكلمة combine، يعني دمج، زي ندمج فكرتين أو أكتر. هنا جربت أدمج بين أكتر من حاجة في حياتي. تالت حرف معانا هو حرف الA، اختصار لكلمة adapt، يعني تكيف، يعني ازاي نعدل الفكرة عشان تناسب استخدام مختلف. واكتشفت ان احيانا كان لازم اغير طريقة تفكيري عشان اقدر اتعامل مع المواقف المختلفة. رابع حرف هو M، modify، اعدل، يعني ازاي اغير في الفكرة عشان تكون افضل. حرف هو حرف البي، اختصار لput to another use، معنى ان انا هل ممكن استخدم الفكرة دي في حاجة تانية او حتى في مجال اخر. في الحقيقة هنا انا استفدت من حاجات كتيرة جدا كنت شايفاها غير مفيدة. ولو عندك موهبة معينة جرب استخدمها في حاجة تانية، استخدمها في مجال تاني. انا استخدمت موهبتي في الكتابة عشان اقدم محتوى ملهم للناس. حرف معانا هو حرف الاي، يعني eliminate، يعني الغاء، يعني هل ممكن الغي جزء من الفكرة عشان تكون اكتر فعالية. اخر حاجة معانا هو حرف الار rearrange، يعني اعادة الترتيب. دي ساعدتني ان اغير حاجات كتير قوي في يومي. كل نقطة من دول كانت بتكسر حتة من القالب اللي دماغي متعودة عليه، لحد ما لقيت نفسي بفكر بحرية لأول مرة من زمان. ومن يومها بقيت لما اعطل برجع لسكامبر. مش لازم خالص تكون عبقري عشان تكون مبدع، كل اللي انت محتاجه انك تتعلم تسأل الأسئلة الصح. وعشان كده جرب انت كمان، هات فكرة قديمة كنت شايف انها خلصت وابدأ طبق عليها سكامبر. هتتفاجئ ان لسه جواك افكار جديدة مستنياك تطلعها، بس المرة دي بفكر جديد، بفكر حر. ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنت الطريقة دي فرقت معاكم ولا لا. وخطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في